شحال هادي كانت واحد المكتبة كتسمى ببيت الحكمة. هاد المكتبة ما كانش غير مجرد مكتبة عادية، ولكن كانت مركز ثقافي كبير، مركز اللي تجمعوا فيه بزاف ديال العلماء والمفكرين. كانوا كيتجمعوا العلماء والمفكرين في بيت الحكمة باش يقراو ويترجموا أهم كتب الحضارات الأخرى ويستافدوا منها، خصوصا ترجمة تراث أرسطو وأفلاطون. بفضل هاد الترجمات المسلمين قدروا يتعرفوا على أفكار جديدة ورؤى مختلفة للحياة والكون، وهذا الشيء ساهم في توسيع المدارك ديالهم. غير هو ماشي كلشي غادي يشجع الفلسفة، لذلك بانوا بعض العلماء والفقهاء اللي عارضوا الفلسفة وما قبلوش بها. من بين هاد الفقهاء كنلقاو أبي حامد الغزالي. فالغزالي في الكتاب الشهير ديالو تهافت الفلاسفة وجه نقد قاسي للفلاسفة، واعتبر باللي الفلسفة كتهدد الإيمان وطريق اللي يمكن تخلي الناس يشكوا في الدين ديالهم. كان كيقول باللي بعض الأفكار الفلسفية بعيدة بزاف على تعاليم الدين الإسلامي، وبالتالي كيخاص المسلمين يبقاو بعاد عليها وما يتعمقوش فيها لدرجة تأثر ليهم على الإيمان ديالهم. هذا الموقف ديال الغزالي خلى مجموعة من الفقهاء والعلماء يتبعوه، لأنهم كانوا بحالو خايفين من التأثير السلبي ديال الفلسفة على المجتمع. ولكن رغم هذه المعارضة فكانت في المقابل شخصيات ثانية اللي دافعت على الفلسفة بحال ابن رشد. فابن رشد كان معروف برأيه المتوازن، وكان كيعتقد باللي الفلسفة والدين ما كيتعارضوش. في كتابه التهافت رد على الغزالي وبين باللي الفلسفة يمكن تساعد الناس على فهم الدين بشكل أعمق. هذا الجدال ما كانش غير نقاش أكاديمي، بل كان عنده تأثير كبير على الفكر الإسلامي والمجتمع ككل. العلماء بداو كيفكروا في العلاقة بين العقل والإيمان وكيفاش يمكن ليهم يعيشوا مع بعض. ابن رشد كان كيقول باللي العقل مهم لفهم الدين، وباللي الفلسفة تقدر تفتح لنا أبواب جديدة للمعرفة. من بعد هادشي انتشر فكر جديد بين الناس، فكر اللي شجعهم على التفاعل مع المعرفة بشكل أكبر. التعليم والبحث العلمي بداو كيتوسعوا، والمفكرين بداو كيبحثوا في مجالات جديدة بحال الطب والفلك والرياضيات. وبفضل بيت الحكمة طور الفكر الإسلامي وبدا كيستافد من الثقافات الأخرى، الشيء اللي خلق بيئة معرفية وثقافية جديدة. الفلاسفة المسلمين من خلال الأفكار ديالهم قدروا يأثروا على الفكر الغربي من بعد، الشيء اللي كيبين بأن المعرفة ما عندهاش حدود. وبيت الحكمة بقى رمز للتفاعل بين الثقافات والأفكار، وزاد من غنى الفلسفة وتأثيرها في العالم الإسلامي. الفلسفة هي مجال مهم للتفكير والنقاش، بحيث كتساعد الناس على طرح الأسئلة وفهم العالم بطريقة أعمق. الحوار بين الغزالي وابن رشد هو مثال واضح على كيفاش يمكن الأفكار المختلفة تتفاعل وتغني المجتمع. الفلسفة هي شهادة على قدرة الفكر البشري على التحدي والتطوير، حتى في وجه المعارضات اللي ممكن يواجهها. نرجع لابن رشد. ابن رشد كان كيامن باللي الفلسفه ماشي ضد الايمان، لا بالعكس، فهي كتوافق معاه وكتساعد الناس باش يفهموه اكثر. فايمان ابن رشد باللي الفلسفه ماشي ضد الايمان عبر عليه من خلال الكتاب ديالو التهافت، وهو رد على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفه. ففي التهافت فابن رشد تناول افكار الفلاسفه اليونانيين وبين كيفاش يمكن لينا نستافدوا منهم في الاطار الديني. كان كيعتبر باللي الفلسفه كتفتح آفاق جديدة للتفكير وكتمكن الناس من التعامل مع الأسئلة المعقدة اللي كطرحها الحياة. كان منفتح على الأفكار وكان كيشجع الناس على استخدام العقل، بحيث كان كيعتبر باللي الفكر النقدي هو السبيل الوحيد لفهم الحقيقة. ولكن ابن رشد ما اكتفاش بهذا الرد صافي، بل مشى لأبعد من ذلك. ففي الكتاب ديالو فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، حاول يوضح لنا العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والدين، بحيث أنه اعتبر بلي الفلسفة ما كتشكلش خطر على الدين، لا بالعكس، فالاشتغال بالفلسفة واجب شرعي. ولكن علاش؟ لأن الفلسفة في نظر ابن رشد تدعو الناس للتفكر والتأمل في الكون وفي مظاهر الحياة. ولذلك فابن رشد كان كيدعو المسلمين باش يستعملوا العقول ديالهم ويطرحوا الأسئلة، يتساءلوا على الأسباب والعلل اللي كتواجههم في حياتهم. كان كيشجع على التفكير العميق وكيعتبر بأن العقل البشري هو هبة من الله ولازم الناس يستغلوه في البحث على المعرفة. هذا الدفاع على الفلسفة كان عنده أثر كبير في المجتمع، لأنه أعطى دفعة قوية للفكر العقلاني. والفلاسفة من بعده تبنوا الأفكار ديالو وحاولوا حتى هما يدافعوا على الفلسفة بالطريقة ديالهم، وبدات كتظهر تيارات جديدة اللي كتهتم بالتفكير الحر والتساؤل. ابن رشد كيبقى واحد من الشخصيات اللي أسسوا الفلسفة في الفكر الإسلامي وجعلوا منها جزء لا يتجزأ من الحياة الثقافية. شجاعته في الدفاع عن الفلسفة ورؤيته العميقة للعلاقة بين الدين والفلسفة ساهموا في تشكيل تاريخ الفكر الإسلامي.
في النهاية ابن رشد ما كانش مجرد مدافع عن الفلسفة، بل كان رائدا في تفكير جديد يحاول التوفيق بين الدين والعقل. الأثر ديالو مازال باين حتى اليوم، بحيث كيبقى نموذج يحتذى به في عالم مليء بالتحديات والأسئلة. الفلسفة من خلال الأفكار ديالو مازال كتشجع الناس على التفكير والتأمل، وكتمثل جزء أساسي من الهوية الثقافية للعالم الإسلامي. مع الوقت بداو المسلمين كيدركوا باللي الفلسفة عندها قيمة كبيرة، وبدات الأفكار جديدة كتدخل العالم الفكري ديالهم، والفلسفة ما بقاش مجرد ترف فكري، بل ولات جزء لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية. من هنا انطلقت نقاشات ومجادلات حامية بين الفلاسفة والعلماء، بحيث ازدهرت الثقافة والمعرفة بصفة عامة، بحيث كلما تقدم الزمن ولات الحاجة أكبر للتوازن بين الدين والفلسفة، وهذا التوازن خلق حراك فكر كبير في العالم الإسلامي. اليوم بعد مرور قرون على هذه النقاشات، التأثير ديال الفلاسفة العظام بحال الغزالي وابن رشد مازال باين في الفكر الإسلامي المعاصر. هاد التراث الفلسفي كيبقى الجسر اللي كيربط بين العقل والإيمان، وكيفتح أمامنا آفاق جديدة لفهم حياتنا وعالمنا. كيبين لنا باللي العقل والإيمان ماشي متعارضين، بل يمكن يتكاملوا ويتوافقوا مع بعضياتهم. هذا الرؤية هي اللي كتعزز من قيمة التفكر والتأمل، وكتخلي الناس يتعمقوا في معاني الحياة ويتفكروا فيها. رحلة الفلسفة من اليونان إلى بيت الحكمة ومن بعد إلى العالم الإسلامي ماشي غير مجرد انتقال أفكار، بل هي قصة حضارة غنية تعكس التفاعل بين الثقافات المختلفة. هذا التفاعل كيبين كيفاش الفكر البشري يقدر يحقق إنجازات كبيرة، وكيفاش الناس فكروا وواجهوا التحديات بجرأة. الفلسفة لا زالت رمزا للتفكير النقدي والعمق الفكري، كتعلمنا نكون فضوليين ونسألوا أسئلة مهمة ونبحثوا على الإجابات. في عالم مليء بالألغاز والتحديات، الفلسفة كتشجعنا باش نكونوا أذكياء وواعين، وكتفكرنا باللي الحياة ماشي مجرد روتين، بل تجربة غنية بالمعاني والمفاهيم. إذن فاليوم خصنا نرجعوا الفلسفة ونعاودوا نهتموا بها، لأنها كتمثل جزء مهم من الهوية الثقافية ديالنا. خصنا نستخدموها كأداة لفهم عالمنا، ونتعلموا منها كيفاش نواجهوا التحديات ونجاوبوا على الأسئلة المعقدة. أكيد الفلسفة ما غاديش ناخدوها كيف ما هي، غادي تكون عندنا انتقادات لها، وهذا أمر طبيعي وهو اللي كتعلموا لينا. فالفلسفة كتشجع على تكوين فكر نقدي مستقل، وكتدفعنا للتفكير بعمق في جميع جوانب الحياة. وهكذا فالفلسفة تبقى كنز يتجاوز الزمان ويعكس القوة الحقيقية للفكر البشري. إلا بقيتي معايا حتى لهنا ما تنساش تخلي لايك، تعليق زوين، واشترك في القناة باش يبقاو ديما يوصلوك الفيديوهات جداد ديالي. فالدعم ديالك مهم بزاف، فعندك تنسى هادشي.